ضربة موجعة تلك التي تلقتها الجزائر وصنيعتها البوليزاريو من خلال رفض إسبانيا المقترح الذي تقدم به الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بمنح جبهة البوليزاريو الوهمية صفة مراقب في القمة الإبرية الأمريكية. وحسب وكالة أوروبا بريس، فقد أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خويس مانويل ألباريس أن حصول الكيان الوهمي على هذه الصفة يستوجب أن يكون دولة معترفا بها. أثناء تصريحات صحفية بعد سؤاله عن اقتراح بيترو، قال ألباريس: هناك قناة كاملة للدول المختلفة المعترف بها على هذا النحو لتصبح أطرافا كمراقبين. أما الرئيس الكولومبي فله الحق في الإدلاء بتصريحات تمثل توجهات بلاده. الحصول على صفة مراقب في القمة الإبرية الأمريكية من الضروري أن تمنح البلدان 22 المشكلة لها موافقتها، وينبغي للبلدان الراغبة في المشاركة بها بصفة مراقب أن تطلب ذلك صراحة وأن تتحمل قيم ومبادئ القمة. هذا الرفض الإسباني للمقترح الكولومبي يأتي في سياق دك الدبلوماسية المغربية لمعاقل جبهة البوليساريو الوهمية بمنطقة دول أمريكا اللاتينية، وأيضا في ظل تراجع معظم دول أمريكا اللاتينية عن الاعتراف بجبهة البوليساريو واختيار المغرب كشريك أساسي وفاعل اقتصادي جد مهم لها. يأتي هذا الرد الإسباني كموافقة صريحة على كون إسبانيا والمغرب تجمعهما علاقة رابح رابح. في هذا الصدد فالمغرب يلتزم التفاوض مع إسبانيا من خلال اللقاء الرفيع المستوى المرتقب مطلع العام المقبل على قضية السيطرة الجوية فوق مناطق الصحراء المغربية، حيث سيسعى من خلال هذا اللقاء إلى دفع حكومة شانسيز لتقديم تنازل جديد لصالح الرباط. يتعلق الأمر بتوقف إسبانيا بشكل كامل عن تغطية المجال الجوي للصحراء وفرض المغرب سيطرته على هذا الفضاء في سيناريو يبدو مشابها للمسيرة الخضراء التي نظمها المغرب في منتصف سبعينيات القرن الماضي، حينما قام الآلاف من المغاربة بالسير إلى الصحراء في مسيرة ضخمة أجبرت إسبانيا عن الرحيل. وترك المجال للمغرب لاسترجاع صحرائه. المغرب يريد فرض سيطرته دون أي مشاركة مع إسبانيا أو طرف آخر، وبالتالي يرغب في إنهاء التقسيم التشاركي المعمول به حاليا، حيث تراقب إسبانيا جزءا من الفضاء الجوي للصحراء، والمغرب يراقب الجزء الشمالي مع قيام موريتانيا بمراقبة الجزء الجنوبي الأطلسي. وكما هو معلوم فإن مرور الطائرات فوق إقليم الصحراء كان دائما يتم عن طريق إعلام مركز الطيران الإسباني الموجود في جزر الكناري، ويتم التنسيق بين المغرب وإسبانيا بشكل التحركات الجوية للطائرات فوق هذا الإقليم، خاصة بالنسبة للخطوط الجوية التي تربط بين أمريكا الجنوبية وأوروبا، بما فيها تحركات الطائرات العسكرية المغربية، لكن هذا يتوقف على حسن العلاقات بين البلدين. وخلاصة القول، فالمغرب يهدف إلى إنهاء هذا الوضع
هو تحويل المراقبة الجوية والتغطية الشاملة لفضاء الصحراء الجوي إلى صالح المكتب الوطني للمطارات، من أجل تعزيز سيطرته الكاملة على هذا الإقليم، مما يعزز من مشروعية مطالبه باستغلال الثروات الطبيعية الموجودة في المحيط الأطلسي قبالة الصحراء. والتعاون الإسباني المغربي يتجلى كذلك من خلال تبادل المعلومات الأمنية، فقد تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عملية أمنية مشتركة مع المفوضية العامة للاستعلامات الإسبانية من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش تتكون من 3 عناصر ينشطون في كل من إسبانيا والمغرب. وأوضح البلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عملية التدخل التي باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد أسفرت عن توقيف أحد العناصر المتطرفة بالشوكة إتباعه بشكل متزامن مع إلقاء السلطات الإسبانية القبض على عضوين آخران ينشطان في إطار نفس الخلية الإرهابية بألميريا. وأوضحت الأبحاث المنجز أن الأشخاص الموقوفين في إطار هذه القضية الذين بايعوا تنظيم داعش كانوا ينشطون في نشر وترويج الفكر المتطرف بغرض التجنيد والاستقطاب، كما أبدوا استعدادهم للانخراط في عملية إرهابية بعد تعذر التحاقهم بمعاقل هذا التنظيم الإرهابي بمنطقة الساحل، حيث تربطهم علاقات مع مقاتلين مكلفين بالتجنيد وتسهيل دخول المتطوعين للقتال لهذه المنطقة. ومكنت عملية التفتيش المنجزة ببنجل الموقوف بشتوك إتباع من حجز مجموعة من المعدات والدعامات الرقمية التي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة، إضافة إلى قناع وسلاح أبيض عبارة عن أداة حديدية وكذا مخطوطات تمجد تنظيم داعش. العملية الأمنية المشتركة بين المغرب وإسبانيا تندرج في إطار التنسيق الأمني المتواصل والمتميز بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، حرصا على تحييد جميع المخاطر والتهديدات الإرهابية المحدقة بالبلدين، وكذلك سعيا لتعزيز التعاون الثنائي لفك الارتباطات القائمة بين الخلايا الإرهابية التي تنشط بين البلدين. نتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أراق إعجابكم. لا تنسوا الانخراط في القناة والضغط على زر لايك لكي يصلكم كل جديد.